حاجه حلوه الساعه 1 بالليل، قلت بس مفيش غير حلوه الانقاذ الجميله دي، سهله ومرطبه وحاجه كده بقى ساقعه ترطب على قلبك في الحر ده، سهله وبسيطه للعيال هيعشقوها عشق بجد. عايزه اقول لكم من حلاوتها طالبينها كل يوم، ومن سهولتها بعملها في 5 دقايق وقدميها لضيوفك بقلب جامد. يلا بينا كده. اول حاجه عندنا هنا 200 جرام من البسكوت زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده كده، وهبدا ان انا اكسره زي ما انتم شايفين كده بشكل عشوائي، يعني قطع كبيره عاديه جدا. تمام كده. صلوا على النبي يا جماعه وشجعوني بالله عليكم بلايك وشير للفيديو، ومتشكره على كومنتاتكم الجميله اللي كانت على الفيديوهات اللي فاتت، بحبكم والله في الله. يبقى عندي بقى هنا قالب كده مقاس 24، هبدا ان انا اديله دهنه كويس قوي بالزيت، وده خطوه لازم. وهبدا احط هنا فيه البسكوت المتكسر بالشكل ده، ولو في بسكوته كده مش متكسره ومتداريه لا هنجيبها ونكسرها. تمام. طيب حضرنا كده القالب بتاعنا. عندي هنا بقى في حله كده على البارد الاول هنزل بكوبايتين من الحليب، عليهم كوبايه ونص من الميه. تمام كده. عندي هنا 5 معالق كبار من السكر، احطهم كده برضو كله على البارد الاول. وهنزل كمان بكيس كده من الفانيليا، وهبدا هنا عندي بقى كيس اللي هو الكاستر الجاهز اللي بيجي من السوبر ماركت، الكاستر الجاهز بالشوكولاته. تقدري لو ما عندكيش هنحط هنا حوالي 3 معالق كبار من النشا، عليهم معلقه كبيره او معلقتين كبار من الكاكاو الخام. تمام. بس انا جبته كده الجاهز ده بيوفر احسن، ونص معلقه كده من الزبده او مكعب صغير من الزبده. هناخد بقى نقلب كله على البارد، وبعد كده هنرفعه على النار. مجرد ما يبدا الخليط معايا يتقل كده معايا زي ما انتوا شفتوا، ابدا بقى انزل على البسكوت وهو سخن. تمام. لازم يكون الخليط بتاعنا سخن. هنيجي بقى المرحله دي مهمه جدا، هتجيبي كده المعلقه بتاعتك او الاسباتوله بتاعتك، وهنبدا زي ما انت شايفه بوسع للخليط ان هو ينزل لتحت ويتوغل كده البسكوت بتاعنا. عايزه اقول لكم بجد الوصفه دي رهيبه بجد. خلاص كده اتاكدت ان الخليط كله دجانس مع البسكوت وكمان نزل كده لقاع الصينيه. هنغطيه هنا باي غطا كده او باي كيس عندك او ورق استريتش، وفي الفريزر مش اقل من 2 ساعتين. تمام. عايزه اقول لك بقى هتبداي بقى تطلعيه هنا بعد 2 ساعتين بعد 3 زي ما انت شايفه كده. هتبداي بقى كده تسلكيه بس كده من الجناب عشان لما تيجي تقلبي يتقلب معاكي بكل سهوله. هتقلبيها هيطلع معاكي الجمال والعظمه والحاجات الخطيره دي. بالله عليكي استاهل لايك ولا ما استاهلش؟ بجد خطيره وتحفه. هبدا هنا ازينها بقى بصوص شوكولاته، وهنا بقى ليكي اختياري، ولكن انا عندي الولاد عشاق الشوكولاته. وهبدا طبعا دي كيكه بسكوت بارده، هبدا ازين هنا عندي شويه بسكوت كده مفرومين ناعم، هزين بيهم حبه بالمكسرات برضو براحتك. تقدميها لضيوفك بقلب جامد، قدميها لولادك بقلب جامد، لاصحابهم. حاجه كده خطيره وسقعه وترطب على القلب، بجد بجد تحفه. ما تسيبوهاش اكتر من 2 3 ساعات بالكتير عشان ما تتجمدش معاكم. بس عايزه اقول لكم بتدوب في البق دوب وطريه، ولو عندكم اطفال هيحبوها جدا جدا. بصوا الطبقات من جوه شكلها عامل ازاي يا بنات، بجد تحفه. جربوها والله بحلف لكم روعه. وعايزه اقول لكم ما شاء الله اتنسفت في ساعتها وطالبينها مني تاني اعملها لهم. تحفه بجد. يا رب النهارده اكون افدتك يا قمر. بالله عليكي ما تبخلي عليا بلايك وشير للفيديو وكومنت حلو حتى لو بحرف. بحبك في الله.